جدول المذاكرة من الحاجات اللي ارتبطت ارتباط مباشر بالإنجاز وتوفير الوقت، وبشهادة ناس كتير جدول المذاكرة من الحاجات اللي كانت سبب في تفوقهم. علشان كده خلينا نقولك في خطوات بسيطة ازاي تعمل جدول مذاكرة ناجح بسهولة وفي دقايق معدودة. الخطوة الأولى في عمل جدول المذاكرة هي إنك تعمل ليستنج لكل الحاجات اللي وراك، مجرد بس إنك تكتبهم ورا بعض بشكل منظم. اعصر دماغك كويس وافتكر كل حاجة لازم تذاكرها النهاردة تجنبا لإنك تحتاج تعدل عليه بعد كده. بمجرد ما تخلص عملية الليستنج ابدأ حط ونظم الحاجات اللي كتبتها دي في الأوقات الفاضية اللي عندك في اليوم، بس ابدأ من الآخر للأول، بمعنى ان آخر حاجة كتبتها أثناء الليستنج هتكون أول حاجة تبدأ بيها، بسبب ان عقلك الباطن هيفكرك بالحاجات السهلة الأول، بس صدقني أحسن كتير انك تبدأ بأصعب حاجات وتسيب السهل للآخر. ما تنساش تحط في الجدول 10 دقايق راحة بعد كل ساعة أو ساعة ونص، عشان عقلك مع الوقت لا إراديا قدرته على التركيز بتقل. لما تقوم 10 دقايق وترجع تكمل تاني هتحس انك لسه هتبدأ. وممكن كمان بدل الراحة تحط حاجات تانية انت عايز تعملها غير المذاكرة، بشرط انها ما تاخدش اكتر من 10 دقايق. بعد ما تخلص زود حاجة او حاجتين في الجدول، حتى ولو مش ناوي تعملهم او حتى مش محتاج تعملهم، بس في دراسات اثبتت ان الانسان لما بيحس انه قرب يخلص خلاص بيبدأ يتكاسل وسرعة انجازه بتقل جدا. فطول ما انت شايف ان لسه قدامك حاجات مش هتتباطأ، وعلى الاقل هتخلص الهدف بتاعك بس. بعد ما تخلص حاجة ارجع للجدول واعمل جنبها علامة صح كبيرة وباينة، ويفضل تكون بلون مختلف. احنا مش بنهزر ولا بنتريق، بس الحركة دي ولو بانت تافهة ليها تأثير نفسي قوي جدا، وهتديك تحفيز تكمل الحاجة اللي بعدها وانت مبسوط. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولو عايزنا نكمل ساعدنا ننشر فيديوهاتنا واعمل لها شير على فيسبوك وجوجل بلس، وكمان تقدر تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت كلها من هنا.